انت بالنص، ليش داخل بالنص؟ ما احنا قاعدين نتغازل، من جيت انت؟ تعال لا تخرب الله جونا. يسعدكم يا رب. جاي داخل عرض والله ما اعرف. صوتك انا بنت مو ولد. يا جماعة، حيا الله فيكي يا جماعة العشاق كبداية يعني. حتى لمسة الإيد لها معنى. هلا يعني شغلة محمد قاعد تشجعني اتزوج، والله شوفوا انا انصحكم نصيحه. يعني من الإيد يشتاق إليها، بس من الإيد. هلا المتزوجين مسكينة تروح وتشلخ روحها ودي وتطالع وتروح ودي مسكينة ورجلها مو جنبها. حد شو؟ بس تقدر والله توصل إلى قلبه، بس شو اسمه؟ خنقتونا صدق. شوف يا جماعه، انا نصيحتي، اسف ان نزعت الجو الرومانسي، والله نزعتك. كنا نسولف هيك شغلات اعذرني. انا نصيحتي نصيحتي بتمنى عشقان محمد بتمنى اليوم ان شاء الله كل يوم عشقان. انت انه عشقان هيك. اعذرك على شو حبيبي؟ عفس جونا. لا عادي خلاص مو مشكله. لا خلص مو مشكله، انا بالنسبه لي مشكله. مو مشكله. طيب انا موجود معك، انت شو بدك؟ محمد جور خورشيد باشيد ما يا اخي خليتونا نشتغل الزواج. انا نصيحتي كمحمد لاخواني او للي بيحبوا يسمعوا كلامي، صباح اذا الخير. بتحب تتزوج، اولي قبل ما تدخل انت بحاله بوضع الحياه الزوجيه، حاول انك تلاقي الحب قبل الزواج. مو صحيح حرف العاش يعني غلطان. خطبت بالحلال، خطبت فترة الخطبة، لا تتزوج، لا تعمل العرس لين ما انت تحس حالك انه بالفعل انه هاي البنوتة اللي تستحقك واللي انت يعني الها. ما شفت هاي الحالة بشهر شهرين ثلاثة، ومو بشهرين ثلاثة، بشهر ونص ما شفت الحالة، اترك وروح دور مكان تاني. انا برأيي هيك، لا تطولها بالخطبة، شهر ونص ماكسيموم. يمكن في شهر ونص هذه البنت ما عرفت تطلع مشاعرها، تأخرت. ما في شهر ونص لازم تطلع، ما في أخرت مو شهر ونص، 40 يوم 40 يوم. والله مسؤوليات، بتعرفوا حاله الواحد احيانا بتنسيه كل شيء. انت ناس قلبك طيب يا حبيبي، شكرا. شوفوا يا جماعه، انا بالنسبه لي هلا جبتونا لسيره شوفوا هيك جبتونا للحديث. انا من شفت غادة من اول مره، من اول مره يا قلبي. دقيقه حط لنا اغنيه رومانسيه. اصبر ها امانه. حياتي عيب تاكل العلش هيك قدام الناس. انتم حبايبنا وانتم اخواننا واخواتنا، وان شاء الله انا مو علش نكهه ولا ابغى هذا العلش علش مي ما اقدر للعلاج. اي يعني انا لازم، والله حبيت تشوشوا بيني وبين رجلي حتى بهالموضوع. جروب بالحكي لك يا محمد. ايه ها شفتوا؟ اما تيجوا هيك طحش تسال السؤال ما بتزبط، بدك تفوت انت بالجو لحتى تتذكر وتحكي. انا من اول ما شفت غادة يلا انا قلت لكم على 200 بحكي، بس يلا خليتوني احكي على 55. قصة اسمعوا القصة للي كانوا عم يقولوا كيف تزوجتوا. بحياة امك انت عربي حبيبي الله يسعدك يا رب. لا انا من مواليد سوريا حبيبي، انا عشت حياتي كله بسوريا، ما شفت افغانستان. اتشرف اني اكون سوري حبيب القلب. انتوا القلب، الله يسعدكم يا رب. اهل المهاوي ما ادرون تطير ترجع تطير حياتي. لقيتوا قلبه وانتوا تسالوه انت عربي المهم يا جماعه الخير، رورو بتعرف القصه. شوفوا رورو كانت موجوده. يحيى الله فيكم من جميع البلدان، انتم حبايبنا واصدقائنا ان شاء الله واخواتنا، بتضلوا معنا صداقه طول العمر ان شاء الله. المهم يا جماعه الخير، صدمه، مستغربين انك تتكلم عربي.
الصدمة ليش؟ نبدأ أكل. إيه شوي الصوت عالي، ما مركز. طيب إيش جنسيتك؟ أنت ليل نهار معي أنت يا زلمة وتسألني إيش جنسيتك؟ لكن أنت مو كل مرة معي، لسه امبارح حكيت معك. ايه هو ترى مرة تانية إذا بتسأل نفس هيك أسئلة تبع بهايم حيشاك، ترى بعمل لك حظر. ها ما هي وقت تسولف عن المحبة، دخلوا لك عرض هيك عشان ما امبارح تفهم. زتيت سؤال ويوم جيت لجاوبك قلت لي يلا أنا رايح. شو أنت شو فيلمك؟ والله غريب أمرك يا حبيبي أنت. مرة تانية تسأل هيك أسئلة لا أعمل لك بلوك. محمد من ساتي، هذا اللي جينا نغدو ذاك اليوم بوعين. أيوة هذا هو بعين مو. تعالي اعملي له حضر. وينه؟ أيوة جنني، بيسأل أسئلة وهو موجود. لك حفظتن يعني أسئلة مكررة يعني بملوا المتابعين بعدين. إيه حبيبي جد والله إيش جنسيتك؟ خلص طيارتك مش الحال. شوفوا شو أنا من الأساس الأصول أفغاني، بس ما شفت أفغانستان، مواليد سوريا يعني. بيعرف لكن بيعرف المشكلة دائما بشوفه بعين. هذا شفت يا سامبا على هيك فردات. المهم يا جماعة الخير نرجع لكم. آسفين على اتصل فيني رفيقي، قال لي انه محمد انا عازم خطيبتي نطلع يعني نتعشى برا ونسهر هيك سهرة على أراجيل وسوالف مع خطيبتي، وجاي أمها معها. فبحكم أنا شغلتي بالسياحة والخدمات السياحية والأمور، فبعرف أغلبية المطاعم الكبيرة والمتوسطة. الصغار قليل ما أعرفهم. قال لي بدي شي مكان ديلوكس، بدي بيض وجهي قدام الخطيبة. قلت له إن شاء الله. صار. إمتى بدك؟ قال لي بدي مثلا يوم الخميس. قلت له إن شاء الله يوم الخميس، أي ساعة بتحب؟ قال لي يعني على العشاء. قلنا له أوكي. المهم أنا حجزت، هو كمان عزمني إلي، قال لي أنت تكون موجود الله يسعدك يا رب، يعني مشان الخدمات والأمور كله يكون تمام. قلت له ماشي. عاد أنا حجزت وين؟ بمطعم اب تاون بمشروع دمار بسوريا. اللي عندنا من سوريا بيعرفوا. فانا لانه المطعم كلهم بعرفهم من باب المحرابهم، من المدير والى اخره. ليش؟ يعني انطفلت هذا شوي. اسمعي خلينا نسولف هلا ولا. اتصلت للمدير المطعم، قلت له مرحبا ابو العز. قال لي اهلين. قلت له غالي بدي طاوله شغل ادب لناس خاصين فيني، وانا اذا بطلب طلب من مدير مطعم مو كاي طلب عادي بيجي، لانه انا بجيب كثير زباين، انا بجيب جروبات، فانا بدهم بس الرضا مني يعني. قال لي لعيونك انت بتيجي اي صح وكذا بتحضروا بيحضروا واجبات. مين جاي؟ دقيقة اصبروا، كلها تقاطعونا عن حياتنا. اصبروا قستات. ايه حبيبي. اصبروا. ايه كمل حبيبي كمل. المدير كان فلسطيني الاصل. ايه والله. يا حبيبي. ايه حبيبي. شو انت دخلت الجو غادة عم تتذكر الايام الجميله. يا حي الله بالزعامه. عشت الحالة. حلو.
طلعنا. هلا ما اخفيكم، الحجز كان ل4 اشخاص، على اساس انا وصديقي وخطيبته وام خطيبته. فاستغربنا انه في ضيفه معهم. يوم طلعوا بالسياره شفت انه هن 5. قلت له لرفيق، قلت له غالي انت قلت لي 4 ليش ما قلت لي 5؟ قال لي يلا بسيطه. قلت له ما في مشكله، بس المفروض يعني لو انا حاكي لهنيك انه طاوله ل4 اشخاص فان مرتبين الوضع يعني. رحنا. فبالطريق غادة من النوع اللي ما بتمسك ضحكتها. غادة اذا ضحكتها ما شاء الله يعني، على مثل ما شفتوا يعني، اكيد شفتوه باللايفات وبالمقاطع، انه من تضحك يعني من قلبها وصوت ما بتجيب خبر على قولة الخليجيين يعني. ايه فجينا رحنا. بالطريق انا عم سوق، غادة كانت تضحك. الظاهر الشاب اللي معي يعني بتعرف خاطبين شلون، ماد ايده وراه ويسلم عليها ومدري شو، بتعرفوا يعني الحركات كنت جنب خطيبته وكانت جنبي خطيبتها امها، ومن امها وهو اللي قاعد جنبي من ذيك الجهه. فاحنا مبعدينهم عن بعض، فكنت انا وامها في الوسطى. كانوا هيك يشتغلوا باياديهم هيك حاجات وحركات، تمسيح الشعر من هون ومن هون. لا لله شو هالجو، لا يشتونا يا مثل ما هلا انتم قاعدين تعيشوا معنا جو مع غادة كانت تحكي وانا ما افهم شو الموضوع، انا ماني منتبه انه شو عم يصير. فحسيت بلهجتها انه لهجتها مش سوريه، لانه البنت كانت من حمص. انه مو حمصيه يا جماعه، مو بس حماصنا عنا، البنت مو حمصيه يعني، كانه لهجه خليجيه، انا بس بعرف اللهجه الخليجيه. فغادة قالت انا من السعوديه مش ما اقدر اقول حاجات قويه قدامكم. قلت يا حي الله اهلا وسهلا فيكم. فانا هون انا بعرف الخليجيين يعني كثير حساسين وكذا، فاجيت انا قلبت المرايه. لا قال ضحكوني معاكم. عدل المرايه على عيوني مباشره. تحكي الدغري ولا والله العظيم حتى لما شفت عيونها ما جبت خبر. هذا عادي وضعت يعني عادي، ما انغريت. بس شوفوا بعدين وش جيت قلبت المرايه عشان هن ياخذوا راحتهم يعني، النسوان ورا. ليش تطلعين كذاب؟ لا اتذكر اقول لك حتى انا ممكن كاتب له شعر اني بالشعر تبعي مذكور انه انا يوم قلبت المرايه، صح ولا لا؟ لا والله العظيم ادور على الشعر هلا. يلا خلينا نكمل لا بدي ادور على الشعر. لا ما طيب ليش تكذبيني؟ لا خلاص اوكي طيب اوكي. لا سويت هيك. اعيدك اللقطه بعدين تشوف. طيب ماشي. تايتانيك وهيج. الشعر صرنا 2 وانا شاعر يا حي الله فيك. اي والله. فجيت قلبت المرايه مشان ياخذوا راحتهم يعني، ما حبيت ازعجهم يعني يفكروا اني عم بطلع عليهم ولا شيء. اي والله طولت السالفه. هالمره اول مره هيك بحكي بالتفاصيل يعني بهالشكل هذا. وصلنا. اذا عليك دوام روح نام الله يسعدك، لا تزعج حالك. هاي اجانا كمان واحد ابو عين، انا كل ما صرت اشوف ابو عين صرت اتحسس. وهذا ابو عين يعني يقول لك انا جاسوس. واذا بتحكي كومنت هيك ولا هيك ترى اطيرك مثل بيت اخواتك. هيك فكرت غادة. المهم لبناني لا سوري، مواليد سوري حبيبي ومن وصول افغاني. اجينا رحنا صار في خلاف. انت صير زيي، لا تتكلم مع الكومنتات، سولف ولا تشوف احد، ادخل بالجو مثل ما انا ادخل بالجو، ما عليك منهم، انا راح اجاوب. صار في خلاف صغير بيناتهم، ما بعرف شو الخلاف. نزلنا من السيارة، وصلنا المطعم ونزلنا من السيارة، ولا
الأماية بدها ترجع، وصار خلاف يعني بسيط ما بعرف بيناتهم شو. المهم فأنا نزلت فشفت غادة أول مرة، محل ما نزلنا أضوية وكذا، من شفت غادة خلص هيك مثل شي كنت مضيعه ولقيته. حرضوا جماعة. هون بس لسه ما بعرف انه هي متجوزة ولا هي بنت، ما بعرف انا يعني. عملت حالي خلاص يعني بعد ما اتفرج، صرت اشغل نفسي باي شيء. طبعا انا بحكي لكم من جهتي، وغادة بعدين تحكي لكم من جهتها، تمام؟ بيني وبين حالي بقول يا الله لو هي يعني ما تكون مرتبطة وتصير من نصيبي يعني، بيني وبين نفسي. قلب طيب اعطيني ايدك، اعطيني رجولك، المهم انه في شيء منك هون جنبي يعني. ما انا عارفه اقعد يا جماعه، دروني والله العظيم. هذه رجولك هذه، ارفعها هيك لا اكون هيك تهدي لي بس مشاعري، لانه ما اقدر بعد مشاعر هاجت يا جماعه، ما اقدر. كمل يا محمد كمل. ف قعدنا بالمطعم وكل شيء، وبعدين مشي الحال، فصار مشي الحال والخدمات الحمد لله والشكر من احسن مما يكون. الله يستر عليك. وانا بعرف حالي يعني، والشاب من قال لي هو عرفان شو بده، هو بده يعني، لانه انا يعني من اكون بالواجهه خلص راح بيكون الخدمات غير شكلها، حتى الفاتوره ما دفعناها يعني، الفاتوره مدفوعه بتجي يعني. مدير المطعم بده خدمه بس يبيض وجهه معي، فقعدنا ويوم الفاتوره قالوا واصله وياهم، ما رضيوا يعني يعطونا فاتوره. فالحمد لله والشكر ورجعنا. فهون غادة شافتني انه بنظرتها ما بعرف هلا هي بتحكي لكم كانت عندها مشكله بالسكن، بحكم انه صار حديث انه انا شو بشتغل بالسياحه ومن وين بيعرفوك الجماعه وكيف كل هالاهتمام وهالخدمات. ف قلت لها ايه انا بشتغل في مجال السياحه والفندقه وهالامور. قالت لي انا عندي مشكله بالسكن، اذا بتعرف شي مكان مناسب ومن هالامور. قلت لها ما في مشكله، توصل بسرعه تحت. اعطيتها كرتي، قلت لها هذا الكرت وان شاء الله تواصلي معي وانا بشوفه. هون نحن تعرفنا اول مره، اول لقاء بيناتنا. لا بس انا من اول نظره شفتها قلت يا ربي هذا اللي كان قدام، هذا اللي كان بسوريا هذا يعني بسوريا. اول موقف صار بيني وبينها في السياره، عطس عطسه، والعطسه وش سوى فيها؟ فتح النافذه وعطسها برا وهو يسوق وشارع سريع، عطسها برا ورد سكر النافذه. الله يعجبني هيك شيء يعني، مؤدبه كثير. بعدين يعني جتني عصا طايره وانا ماشي دغري نزلت البلور وسكرت البلور، يعني شيء امر طبيعي. بس غادة لفتت انتباهها هالحركه. والله ما عطس رشها في كل مكان ولا جاب كلينكسه، ما كان يمدي يعني، فتح النافذه وتسكر. ايه وبعدين لما نزل من السياره كان مو حاط عطر هيك، كذا العطر انا احبه، والعطر كان فواح 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 هيك. لا تقولي لي شو اسم العطر، ما راح اعطيكم السر. المهم حط ذا العطر وكان عليه كحلي زي هلا يعني، كحلي هيك كحلي، وكان عليه ستر كحليه وبنطلون كحلي. من اول عطسه. لما شفتها كانت جنب الخطيبه، ما شفت نفسي الا انقز هيك وماسكتنها بقوه. يا ربي يا دهو قالت وش دهو اسكتي. لا دهو بدي يا بدي هذا خلاص حقي لإلي. وهو يقول فخاطره يقول يا رب تكون ما هي متزوجه، لا انا اقدر اخذها. هو نفس المشاعر متبادله بس ما قدرنا نحكيها من اول نظره. طبعا انا بعيد عنها، نزلنا من السياره انا رحت صوب وهي راحت مع اقول لكم كمان جماعتها بعد ما تعاركوا كانوا مختلفين صوب. انا ما اعرف شو عم يدور بيناتهم. ايه بعد ما تعاركوا هم
زين تحركوا وخلصوا. زين انا مبسوطه طبعا ان محمد يقول لي يا غاده هاولي تهديم هيك، يعني صار بيني وبينه كلام. مبسوطه من شفت المختلفين انا جيت يا غاده انت تفهمي عليهم، يا غاده افهميهم، يا غاده شوفوا ايش اللي صاير يا غاده. يعني خلاص اعطاني اياها وشو اسمه وقنعتهم. ليت اقتنعوا مني يعني. لا انا شفتك انت سحبتي على جنب وهن بعدهم معتهم الامايه والبنت والعريس. فانا جيت لعندها قلت لها انت مو رفيقتها للبنت؟ قالت ايه. قلت لها طيب ما انت بتموني عليهم يعني، هلا شو بدنا نفوت على المطعم ولا نرجع؟ يعني حليه انت. والشاب ما بيستاهل، والشاب طيب انا بعرفه يعني صديقي. فطلبت منه الدعم لحل القضيه يعني. المهم ما تصالحوا وما تصالحوا، اقتنعوا انه يرجعوا الام. قال ايه محمد شوفوا، على اساس انه معزوم بالحفله وكل شيء تمام وتمام، والمطعم يقول ايه ليش لا، والمسافه بعيده ساعه الا ربع تقريبا. ايه ليش لا نرجعها انا وغاده، ما في مشكله. يلا يا غاده. رحت انا قبله ركبت السياره واستناه على السياره. والله العظيم ركبت قدام بعد. واستنى يجي واستنى يجي ونزلونا. لا ما قعدت مو والله العظيم قاعد قدام، واقسم بالله قاعد قدام، والله العظيم قاعد قدام. اسمعوا، وانا اتذكر ما يتذكر محمد. المهم نزلت من السياره بعد ما خلصوا هم، يا ربي ما حصلت فرصه. وبعدين ايش اسمه دخلنا كنا شوفوا يعني الكل موجود وبالجو، كلهم سوريين، ما في الا انا سعوديه يعني، ما في الا هو مهتم فيني بس من بعيد لبعيد. وثقيل ثقيل ثقيل ثقيل. رحت الحمام اضبط مكياجي واضبط حالي وحجابي وكل شيء. رديت رجعت استفقدت وين هذا، وين رايح، وش يسوي. راح اخذت صديقه وراحوا يدبجوا في الوسطى. خلصوا من الدبشه هو استفقدني يدورني. إيه ترك الاكل ماكو. جاء لك وش اخبارك، شريتي زينك؟ زين. محتاجه شيء، تبغي شيء؟ قلت لا والله. قال ايش رايك نكمل على الطاوله، نروح نقعد على الطاوله؟ قلت له يلا. ورحنا قعدنا على الطاوله وكملنا سوالف. خلصنا من السوالف هذيك البنت كل ايش تطلع فيني هيك، مالي الشغل فيه، لا تكلميه، لا تتدخلي فيه، لا تعطيه وجه. مين؟ هي رائده. ايه تقول لي مالي الشغل فيه، لا تتدخلي فيه، خلاص ما عليش منه، تركيه في حاله، مو مهم انك تكلميه. قلت لها زين. المهم طبعا هي غيرانه ومعنها عندها خطيبه جنبها، وغيرانه انه هو يكلمني، وشافها حمسانه وزعلانه انه هو يكلمني. اللي حصل قبل كورونا ولا بعد كورونا؟ قبل كورونا. وين ابن 10 سنين 11 سنه. المهم بعدين هي فلتت شوي، قال لها تعالي اوديش تصوري ويا بهاء اليوسف، وش رايك تروحي تصوري؟ قال لك ايه نروح نصور ما في مشكله. راحوا صوروا وافتكيت انا. الله، صوروا وخلصوا وانا بعدني توني اتكلم عن الشقه. قلت اعطيني الرقم بس، مو تعطيني اياهم قدامهم عشان اشوف الشقه يعني زينه لو مو زينه. حاول انك تعطيني الرقم بس هم ما يدروا. قال ما ولا يهمش، من عيني هذه قبل هذه. طلع الكرت اللي يقول لي تفضلي. طبعا هو فضيحه بطلع هيك الكرت. قلت له الكرت لا تبين الكرت قدامهم. واضحك من هون. حط الكرت في جاكيتي في المخبأ اللي جنبها. يا محمد لا تنسى هذا المخبأ اللي هون. وين لا تقول شوفي طاحت جمره هون، ما ادري وش اللي طاح هون. المهم والله العظيم لهالدرجه مجننين تجنن، ما يبغوني اتعلق باي احد ابدا، خايفين ينقطع عليهم شغله ولا ما شغله من هالكلام، لانه كانوا مستفادين من غاده كثير. المهم حطوا الكارت، ويا ربي بس ما يشوفوه. وبعدين رحت انا الحمام، في كان بنطلوني سحاب، فتحت السحاب حطيت الكارت. الكارت كان لونه اسود 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 اسود، بس مكتوب عليه محمد علي اسد الله، بس عليه اسمي ورقمي. والايميلات دخلت على الايميل ما شفته، دقيت ورقم ما شفته. المهم بعد يومين دقيت عليه، كان يستنى المكالمه. لما جتك المكالمه شو صار يا محمد؟ انا كنت خلص يعني صرت هيك يعني ملكة افكاري.
صرت اتوقع باي لحظه انه تتصل يعني. فكنت انا بالمول شام سنتر ورن الهاتف رقم غريب. عندي ارقام كثير بترن عندي يعني ارقام غريبه، بس ما بعرف هذا الرقم بالذات يعني. اول طلعت حسيت مين؟ انه غادة. فتحت قلت يا اهلا وسهلا ويا مرحبا. فانا حكيت هيك، غادة ضحكت قال هلا. هذا والله هو ما بالعاده يتكلم يعني مثلا باللغه السعوديه هلا والله. وطلع من البيت وسمعت صوت السياره والباب السياره. قال كنت انتظر مكالمه من يومين. وينك؟ كنت انا رايحه اليوم اتعشى، ما ادري اتغدى بمطعم، لا اتعشى، كنت اتعشى بالمطعم وان شاء الله باذن الله انا بعدين برجع. قال لا ترجعي، خلينا نتقابل بالشارع. كان طلع مع سواق، قال لي خلينا نتقابل وانا ان شاء الله باذن الله اتصل عليك. وجاني الاتصال وانا نازله من الكوبري على الجرمانه. من هون بس قال لي الو وين انت؟ انا جاي. وين انت الحين؟ انا هني والله العظيم صحيح. قال لي ايه يلا. وقفت السيارتين بين سياره وشارع رايح وشارع جاي، هاي واي هيك احنا نسميه. فنزلت. انا كنت اتذكر علي جاكيت بني وبنطلون اسود وحجاب بني واسود. اتذكر لحد الحين كنت رشيقه. كان وزني تقريبا يعني رشيقه هيك عصفوره. وماسكه اتنطط واروح بالشنطه واركض. إيه وصلنا وركبت السياره وركبت بعد من قدام مره ثانيه. وداني مره ثانيه اب تاون، محل ما شافني اول مره. حبيت اب تاون من وراها. محل العاب. اول ما لعبني شو اللعبه وش اسمها اللعبه؟ قطار الموت. لا جولف. شو اسمه بولينج. هذه البولينج اول مره العبها بحياتي والله العظيم. وما استحيت يعني. اول شيء استحيت بعدين قال لي مسك الكوره هيك، حط رجوليش من هالمكان وضربيها ضربه هيك. الله شعور طيب والله العظيم. ما حياه غير وشكل. مسكينه المرة تفرح وش نسوي بعد. ايه فانا وقال لي ايش تبغي تتعشى؟ قلت له والله انا توني متعشى. قال لي مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه. قلت له خلاص يلا نشرب قهوه. انا حبيت اعرف عنها يعني اكثر. يعني انا ما تسرعت كمان. يعني ردت افهم منها شو عم تساوي بسوريا وليش جايه وشو عم تساوي لحالها، واخذت المعلومات بهذا الشيء. بعدين اتصلت لها بعد ما شفت لها مكان شقه، جبتها قلت لها انه تعالي هالمكان هذا في شقه اذا بدك تشوفيها. شافت الشقه ما عجبتها ورجعت. هذا دقيقة ثالث لقاء. بس اجاوب. انا جريئة لان انا ماني بغرفة نوم ولا باب مسكر علي ولا أنا بمكان غلط. انا بمكان عام وانا عارفة انا طالعة مع مين وشفتها من قبل وشفت اخلاقه واعرف اخلاقه. جريئة فعلا. انا جريئة لانه هو كثير مؤدب. لهذا انا اللي كنت ابدا دائما لانه كثير مؤدب وما غلط ولا حتى رفع طرف علي. فبعد ما لا ارد بعد عليش. اللقاء الثالث قلت لها عندك واتساب؟ قالت ايه. فكتبت لها بالواتساب كتابه مش صوت. المهم قلت لها بنت الحلال دامك انت يعني مو بذمة حدا، انا رايدك بالحلال. ايه ترضي فيني؟ ليش مبعدة يدك عني؟ ليش؟ أنا زوجتك على سنة الله ورسوله. ليش؟ صلي على النبي. أنا من مواليد سوريا والأصول أفغاني حبيبي. المهم يا جماعة الخير بعد ما اعملي هذا فقلت لها على سنة الله ورسوله ترضي فيني؟ قالت لي لا. انا ما حكيتها حكي، كتبتها كتابة مشان تاخذ راحتها يعني.
قلت لها لا تتسرعي، خذي وقتك، فكري، وإمتى ما جاوبتي ما في مشكلة. قالت لي لا 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 أبدا، أنا طفشان شيء اسمه زواج وما بدي زواج وبدي أعيش حياتي وإلى آخره، وعندي ما عندي من هيك. قلت لها يعني تقطعي الأمر من هلا، يعني ما بدك تاخذي وقتك بالتفكير وانت مقتنعة بجوابك، خلاص يعني ما في أمل انه بعد ما افاتحك بهذا الموضوع. قالت لي ايه. يوم قالت لي ايه حسيت حالي اني خسرت اكبر خسارة بحياتي. ف كتبت لها بس جملة واحدة، قلت لها انه لأول مرة وبالشات، وانا ما عندي يعني عادة بالشات ولا عندي اسلوب بالشات، قلت لها انه لأول مرة اعبر لك عن مشاعري او اعبر عن مشاعري، انه جوابك غرغرة الدمع بعيني، والله ييسر لك ويسهل امرك، وهذا رقمي بعد بتمنى انه ما تتصلي فيه، لانه انا عندي مشاغل كثيرة وخصوصا عندي سفرة هلا بكون بعيد ما بقدر اخدمك بشيء. وسكرت من هون. طبعا هي قالت لي لا لا ليش كذا طول بالك. قلت لها لا خلص، يعني ما دام انه الامر منتهي، بعد انا بتمنى انه بعد ما يصير يعني تواصل بيناتنا، لاني انا عندي مشاغل بالفعل كنت مشغول يعني. ما يبغى يشغل باله ويتعلق ويحب وهو اساسا ايه. ما هو الى النصيب. فخلص ما دام مش الي، يعني ما بدي اشغل بالي بشيء مو الي يعني. فكنت عملي يعني يوم 2 3 غادة تتصل، بين فترة وفترة تتصل وانا ما رد. خلص عم حاول انه انسى الموضوع. اليوم الثالث اتصالات ورا بعض مكررة 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 مكررة، يعني لمدة ساعة يمكن، لين ما بعثت رسالة مش بالواتساب. انا بالمكان اللي انا فيه ما في انترنت، كان بعثت لي رسالة على الرقم انه افتح وحاكيني بس كلمة. انا قلت ان شاء الله خير يا ربي، ما دام انه الموضوع ضروري لهالدرجة خاف يكون صاير شيء. رديت، فتحت التليفون قلت خير ان شاء الله، عسى خير اختي ان شاء الله ما في شيء. قالت لي وينك انت؟ قلت لها انا بعيد. قالت لي لا انت بخير؟ قلت لها ايه يعني انا الحمد لله بخير. في شيء؟ قالت لي ليش ما عم ترد علي؟ قلت لها طيب ما في شيء بيناتنا يا بنت الحلال، دام انه ما في نصيب بالحلال بيناتنا، فما بحب اشغل بالي انا، وانا زلمه مشغول يعني ما عندي مجال بالكذب وهالامور. هذا كنت صادق معك، واذا في نصيب كان مش الحال، ما في نصيب مثل ما انت قلتي خلاص، يعني بتمنى انك تشوفي حياتك وانا اشوف حياتي يعني. هون قالت لي يعني شو ما عاد تحكي معي؟ قلت لها والله اتمنى انه بعد ما نتواصل. قالت لي ليش؟ قلت لها طيب قلت لك يعني ما رضيتي تاخذيني، يعني ما رضيتي فيني، يعني ليش اتواصل معك؟ قالت لي بس هيك؟ قلت لها ايه. قالت لي تعال. قلت لها انا دغري هون ما صدقت. قلت لها يعني انت موافقه؟ قالت لي على شو؟ قلت لها لا تلعبي باعصابي، انت عم تقولي لي تعال، تعال على شو؟ قالت لي ايه خلاص ما بدك انت؟ قلت لها ايه بدي، انا بدي بالحلال. قالت لي وانا عم بقول بالحلال تعال.
انا خلاص اخذت منها الكلمه، قلت لها طيب ماشي، ركزي معي شوي شوي. يعني انا هلا راح بيجي، ما راح اجي انا لحالي، راح اجي انا والشيخ. قلت له راح بيجي انا، قلت له راح بيجي انا والشيخ والشهود. الله الله، يا ليتها تنعاد الايام. قلت له راح بيجي انا والشيخ والشهود. ركزي. انت موافقه على الزواج؟ يا رب العرق صبني يا محمد، شلون هيك؟ قالت لي لا، مو قلت لك تعال. هي كمان عنيده، ما بدها مثل ما بدي انا، يعني بدها على طريقتها. قلت لها، قالت لي مو قلت لك تعال، قلت لها ما انا ما بيهمني، انا ما بفهم هيك. بتقولي لي ايه انا موافق، انا موافقه، وبتقولي لي اتكلنا على الله. يا الله، شو قد الكلمه هذه أو يعني قويه. قلت لها بتقولي اتكلنا على الله. قالت لي إيه طبعا متكلين على الله. قلت لها لا، انا بقول لك اتكلنا على الله، بتقولي لي ايه انا موافقه اتكلنا على الله. يعني هاي الكلمه كنا عم نتناقش. قالت لي طيب. قلت لها يعني انا بيجي عد كلامي مع الشيخ والشهود لنكتب كتابنا ونتزوج، موافقه يا غاده؟ قالت لي موافقه. قلت لها اتكلنا على الله؟ قالت لي ايه اتكلنا على الله بهالشكل هذا. قلت لها طيب يلا خليكي جاهزة، مسافة الطريق أنا جاي. قالت لي هلا؟ الحكي الساعة 8 المغرب. قالت لي هلا؟ قلت لها إيه هلا، مسافة الطريق. الله حبيبي. قالت لي قديش بدك وقت يعني؟ قلت لها ما بعرف، لأوصل بدي شي ساعة ونص، ماكسيموم ساعة ساعة ونص تانيين للاقي أنا شيخ وكذا. وبالصدفة أنا هذا اليوم واحد تأخر علي من الناس يعني اللي بعرفهم، تأخر علي واحد من الناس اللي يعني بعرفهم. الساعة 12:30 طيب بالليل جايك من الحديث. ورمضان. واحد من الناس اللي بعرفهم عنده كتب كتاب، وجاي الشيخ لعنده وعازم الناس، وانا من المعازيم، نعلم العزيز. وانا ما كنت بدي اروح على العرس هذا، على كتب كتاب هذا. اسمعيني، انا جهزت حالي واشتريت الاكل من عند السحار، البروستد والمشوي وهذول. تعال انت لحالك، واشتريت ما بدي الفواكه عشاء، بس واشتريت الحلويات. ورحت وين؟ على الكتب كتاب هذا الشخص اللي بعرفه. لا بعرفه معرفة يعني عادية جدا يعني، بس أصدقائي أغلبيتهم موجودين بهذا الكتب كتاب. رحت على الكتب كتاب، وقفت على الباب وما دخلت جوا، وهن حيوا يرحبوا فيني، يا حي الله تفضل جوا. قلت لهم لا. قال ليش واقف برا؟ قلت لهم مستعجل كثير. طيب فوت جوا على الكتب كتاب، شلون انت على الباب؟ قلت لهم مستعجل كثير. الشيخ خلص ولا ما خلص عنكم؟ قالوا لي لا لسه. قلت له يلا على السريع، شو عم تستنوا تاخر الوقت؟ قالوا لي شو تاخر الوقت؟ ما تاخر. قلت له على السريع خلصوا من الشيخ، بدي الشيخ انا. قالوا لي شو بدك من الشيخ؟ قلت لهم مو هذا مأذون؟ قال لي إيه مو رسمي؟ قالوا لي ايه خلاص بدي اياه ضروري جدا. طول بالك ما طول بالك، فوت ما فوت ما بصير، واصل لعنا ما تدخل له يا. المهم شلحت بالزور ودخلت، وانا عيني على الشيخ عم بطلع فيه امتى بده ينطق يخلص الخطبه اللي عنده. المهم ما مشي الحال، وهن قاعدين وعم يشربوا عصير وحلويات وكذا. اما جيت انا قربت لعند الشيخ. المهم وصلت حالي لعند الشيخ، قعدت جنب منه. قلت له شيخنا، قلت له دنيا رمضان وانت شيخنا وحبيبنا، اليوم الله قاسم لك رزقه، خلص شغلك بسرعه لنروح انا وانت في عندنا كتب كتاب ثاني. قال لي شو هالحكي؟ قلت له ايه؟ قال لي والله وقت متاخر، وين هلا كتب كتاب وانا ما عندي علم. قلت له شو بدك انت، عندك علم ولا ما عندك علم؟ انت شغلتك هلا شهود وزواج وحلاوتك يعني والسكره تبعك عندي. والشيخ هون تعرف المشايخ انت. يلا يلا يا جماعه، وين العريس؟ وين الوكيل؟ وين المدري شو.
كتب لي كتاب ويلا شو يا ابني، يلا يا شيخ، يلا يا الله يبارك لكم ومبروك وكذا. وسحبت الشيخ وطلعت بالشيخ. واخذت الشيخ قال لي يلا انا اروح اجهز. قلت له ما تجهز حالك، مو معك قلت له هلا بنروح بس باخذ رفقاتي شهود وبنطلع دغري. قال لي وين؟ قلت له بالمنطقه مو بعيد. ركبته بالسياره وريحه البروستد والمشوي وهذول كلهم بالسياره. جوعتني من جد درجة بدي كمان. ورحت والله واخذت شهود من الدير، اصدقائي ارفع راسي فيهم، حبايبي. وجيت وين؟ وافقوا. دقيت الباب لعند غادة. دقيت الباب غادة طلعت اول شيء جارتها قاعدة مع الظاهر جاي لعنده. وانا كنت استنى الشيخ. ايه ولما جا الشيخ قالت لي اهلا وسهلا تفضلوا مدري شو. غادة هون ممكن شوي بس. غادة اجت على الباب طلعت هيك انه جاي ومعه ناس، مو مصدقه كانت انه انا بيجي مع الشيخ والكذا. وبالفعل الحمد لله والشكر تزوجوا كلهم تزوجوا. ايه والله الحمد لله والشكر. دخلنا وقلت لهم انه كمان قلت لها لغاده، قلت لها شوفي عندك ناس بيعرفوكي هون خليهم يكونوا موجودين وحاضرين وان شاء الله. والحمد لله والشكر كتبنا الكتاب واتكلنا على الله. كل العملية صارت خلال 8 أيام، وثلاث مرات شفنا بعض. أول ليلة يوم كنا بالمطعم، وثاني مرة، وثالث مرة يوم اجت شافت البيت، والرابعة كنا نحن كتب كتابنا وتزوجنا. ألف مبروك. وما حدا قال مبروك. ألف مبروك. أنا قلت لك ألف مبروك. أنت الله يبارك فيكي. بس خلاص ألف مبروك. خلاص ألف مبروك. خلاص الله يبارك فيك. صار عندنا الا ما شاء الله الحمد لله. شو صار عندنا؟ شو يعني خلاص. شكرا يا سامبا، شكرا اول واحد زلغط. اي والله مبروك، الف مبروك عليكم جميعا. اي والله كان يوم الاول والثاني والثالث تنزل دمعته. قال لي غادة أنا آسف على اللي صار، إن أنت بعيدة عن أهلك وأنا بعيدة عن أهلي، لكن والله لا أسوي أحسن عرس، والله لا أسوي أحسن عرس يشهد فيه الكل إن شاء الله. مرت 11 سنة وختيرنا وخلصنا وما صار اللي صار لأنه ما اجتمعنا. إذا الله كتب لنا نجتمع بأهالينا راح أعمل أحلى حفلة إن شاء الله. اندمجنا انا وصديقي. تحياتي لك انت وصديقك، الله يسعدك صديقتي. تحياتنا. اهلي كانوا بالعراق. تحياتنا. واهلك وين كانوا؟ وقت الحرب مو نزحوا؟ يعني كنت لابسه اسود، اللي هي عباتي سودة كانت، وكانوا جيراني بس هي المرة وزوجها وبنتها الصغيرة. شكرا. يعني غريبة ولحالي وبعيدة، فأنا كنت دائما أصبره. قلت له إحنا بعد خلاص، يعني إحنا بعد ضلينا وهذا قدرنا والحمد لله حبيبي. رب العالمين. فوق هذا كله كمان كان بعد تقريبا في حكاية تانية كمان بالنسبة للأولاد، إن احتمال كبير إن كان محمد ما يجيب أولاد. بس سبحان الله وكان يبكي يقول أنا ما توقعت إن أنا يعني ما أتزوج يعني وما يصير عندي أولاد. وكان دائما نفسيته تعبانة من هذا الموضوع. كنت دائما أصبره وأقول إن شاء الله يجي، والله كريم قال بدي منش بس بنت وولد، بس الله أعطانا ولدين وبنت والحمد لله. بس كانت بصعوبة كبداية الحمل، وبعدين الحمد لله لا علاج ولا شيء، بقدرة قادر الحمد لله تم الحمل، لأنه من قبل حياته الزوجية كمان في مشكلة بالنسبة للإنجاب. الحمد لله والشكر. اللي طلبته من رب العالمين أنا أول شيء قلت له بدي بس بنت تحمل منك وولد كمان يعني ياخذ مني.
فسمى بنتنا غادة وسمينا محمد ودانيال دانيال. عشتوا ما شاء الله تبارك الله، شيء روعة، اللهم لا حسن. الحمد لله والشكر. الله يسلمكم يا رب، تسلموا. وعبال المشتهين وعبال، فليش انا قلت لكم اللي بيتجوز بالخطبة اذا ما حبيت، ما حسيت بالحب المضبوط، لا تكمل. اي والله الله كريم وفرج ان شاء الله ويسر الامور. ليش ما تجون السعودية ان شاء الله؟ ان شاء الله. لو تعرف انت قصتنا تمام تعذر يعني. والحمد لله يعني الحمد لله يعني. شوفوا رغم ان انا غريبة وبعيدة عن اهلي، ما تخطيت الحواجز اللي رباني عليها ابوي، وفي نفس الوقت تربيتي. لا رحت معاه خلوة، لا دخلنا مكان خاص، لا رحنا مكان غلط. وهو يخاف الله وأنا خفت الله. في نفس الوقت كنت ما أبغى أفقده لما كان اتصالاتي إلى، لأنه هو الإنسان الوحيد اللي كان بهالمنطقة هذه وبهالمكان، كان كتير مؤدب وكتير محترم ومن عائلة كتير محترمة ومعروفة جدا. فكان يخاف الله في بنت الناس، والحمد لله رب العالمين الله يسر وسهل وتزوجنا على خير وسلامة، وكنت أنا قد حالي يعني. والحمد لله هو كان شخصية كمان قوية جدا ومعروف في كل مكان، وكان عنده يعني كتير مكاتب ومحلات يديرها هو، عماير وفنادق. فلا تخافي من إنسان واضح من قدام الناس، خافي من إنسان ياخدش بالدس ويكلمش من تحت لا تحت، ولا تخبري أهلش ولا تخبري أختش، أو يتصل من تحت لا تحت. لا تخافي من إنسان يكون واضح قدام العلا والملا ويرفع راسش قدام العلا والملا. كفو حبيبي. أكيد أنا يعني كل صدق كنت يعني بحكي معها، ما كان عندي يعني من البداية تمنيت هذا الشيء وخلاص يعني. إن شاء الله يرزقكم إن شاء الله بإذن الله الأولاد والذرية الصالحة. غادة تقول إنه أنت كنت تقيل علي، أنا ما كنت تقيل، بينما أنا كنت أمشي يعني بما يرضي الله. مو قلت له تقيل يعني، عجبني ثقل مشاعره بالنسبة إلى مرة تكون لحالها. يعني كتير هذا الشيء تستفقده بعض النساء، حتى النظرة دي الإعجاب والحركات ما كانت هذه موجودة عندنا، لا أنا ولا هو الحمد لله رب العالمين. ما أصلا نظرة إعجاب يعني حتى المرة اللي طلعنا فيها هي الأخيرة اللي قدرنا نطلع فيها ونوصل، بعدين يوصلني على البيت، يعني حتى ما حكى ولا كلمة ولا شيء. أصلا كان كلام على الواتساب، بدك يعني ما بدك يعني، انتهى الموضوع. ولا قال لبسك وشكلك وانتي وجميلة وما جميلة وفيني يعجبني هيك وهيك وهيك، من هالكلام أبدا ما سمعت من هالكلام. شكرا حبيبي، شكرا يا أمون. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله. كفو منكم جميعا حبايبي. اي والله انبسطت. شوفوا خليتوني احكي وانا مرتاح، بتمنى هذا الشيء تلاقوه كلياتكم وتشوفوا هالحب كلياتكم. يعني الحمد لله والشكر. وين ما بنروح كل اللي بيعرفونا من جيراني لكل اللي شافونا الكل بيقولوا انه هدول الجوز مستحيل انه يبعدوا عن بعض بفضل رب العالمين. ويمكن لانه نحن صادقين بمشاعرنا يعني، او عفوا يمكن لانه بيشوفوا صدق مشاعرنا. كانت جايه سياحه على سوريا، الله يسلمكم يا رب. اللي صار انه الظروف سبحان الله، يعني الله بيعطي شيء وبياخذ شيء. الظروف ب 2017 سقط جوازي، اضطريت انا اطلع على تركيا وعلى اليونان. يعني حكومة افغانستان بطلت تعترف فيني كافغاني،
قالوا لي انت جوازك مزور وانت مش افغاني. لا هون يقول لك سبب الخروج من السعودية، مو انت سبب الخروج من سوريا. مذكور موجود عندكم بالصفحات، لا تعكروا مزاجنا الله يخليكم، كل الحب لإلكم. اليوناني كاتب لك جاوب جاكي شان. ما شاء الله تعرف تكتب وتقرا يوناني كمان، برافو. ايه والله يا جماعة الخير، هاتوا كمان سولفونا لنسولف. بس ما بقول لكم انه نحن حياتنا كلياتها رومانسية. نحن هذا الجانب الرومانسية اللي حكيناه، وفي المقابل في عنا كمان كثير مواقف نتخانق مع بعض عادي طبيعي، يعني مثل اي زوجين ضمن الظروف اللي الواحد بمر فيه. تخانقنا مع بعض، مزحنا مع بعض، زعلنا من بعض،